من هو الشيخ محمد أيوب عاصف؟ رحلة فريدة من ملاعب الكرة إلى محراب التلاوة. ولد الشيخ محمد أيوب عاصف في بريطانيا لأب باكستاني وأم مغربية، ولم تكن اللغة العربية جزءاً من عالمه في طفولته المبكرة. بدأت رحلته مع القرآن داخل البيت، حين كانت والدته تقرأ له السور القصيرة بصوت حنون، قبل أن يتولى جده من جهة الأم مهمة تعليمه وحفظه كاملاً، وهو ما شكل نقطة التحول الأولى في حياته. لاحظ والده وجده مبكراً موهبته اللافتة في التلاوة، فكانا الداعمين الأكبر له، وشجعاه على الاستمرار وصقل صوته وتعلقه بكتاب الله. لكن شغفه لم يكن محصوراً في القرآن وحده، فقد كان لاعب كرة قدم موهوباً، وانضم في سن 15 إلى فريق أشبال نادي أرسنال الإنجليزي، وشارك معهم في مباراتين رسميتين. غير أن القدر رسم له طريقاً مختلفاً حين انتقلت أسرته إلى القاهرة بسبب عمل والده. هناك وجد نفسه أمام مفترق طرق حاسم، إما أن يكمل حلم الاحتراف الكروي أو أن يهب حياته لتلاوة القرآن الكريم. اختار الطريق الثاني، وانضم إلى مدرسة التلاوة المصرية العريقة، التي صقلت موهبته ومنحته هوية صوتية مميزة. اليوم يعد محمد أيوب عاصف واحداً من أبرز القراء الشباب على منصات التواصل الاجتماعي، ويتابعه الملايين حول العالم. يتميز بصوت دافئ وحنجرة ذهبية تجمع بين الروحانية والإتقان، ما جعله مؤثراً في جيل كامل من الشباب، وملهماً لمن يبحثون عن طريق يجمع بين الحداثة والأصالة. معلومات إضافية: يجيد محمد أيوب عاصف عدة لغات، ما ساعده على الوصول إلى جمهور عالمي. يعتمد في تلاوته على المدرسة المصرية الكلاسيكية، متأثراً بكبار القراء مثل الشيخ محمد رفعت والشيخ مصطفى إسماعيل. يمثل نموذجاً معاصراً للشاب المسلم الذي يجمع بين الهوية الغربية والجذور الإسلامية الأصيلة. تستخدم مقاطعه القرآنية بكثرة في المقاطع التحفيزية والروحانية عبر المنصات الرقمية،